لو انت طالب تالتة اعدادي او اولى ثانوي او تانية ثانوي ومش لامم اي حاجة في المنهج وخلاص الامتحانات على ابواب والامتحانات خلاص في شهر واحد ومش مذاكر اي حاجة ومش لامم اي حاجة في المنهج، فالفيديو ده ليك. في الفيديو بتاع النهاردة ده انت هتخرج منه عارف انت هتعمل ايه ومنظم وقتك ازاي وعارف انت هتذاكر ازاي وهتراجع ازاي وهتلم المنهج ازاي حتى لو كان متراكم عليك ومش مذاكر اي حاجة. طيب لو انا مذاكر حاجات وفي حاجات مراكماها وفي حاجات يعني مذاكر حاجات وحاجات لا الصراحة اعمل ايه؟ دي بتكون خطة ال14 يوم انا ان شاء الله ناوية ان انا امشي عليها. انا اصلا لسه ما مشيتش عليها بس ان شاء الله ناوية ان انا امشي عليها وكنت مخططاها. كل يوم 3 ساعات مذاكرة صافية. أول ساعة درس جديد وفيديو شرح، تاني ساعة هحل على الدرس اللي أنا ذاكرته عشان المعلومة تثبت، وتالت ساعة مراجعة درس قديم. ليه الطريقة دي أصلا بتمشي أو الطريقة دي ممكن تنجح؟ لأنك أصلا بتمشي في الجديد وفي نفس الوقت بترجع للقديم فالمعلومة بتثبت ويعني وبتحل على الدرس اللي انت هتذاكره كمان، فدي حاجة هتكون كويسة جدا. ومفيش حد بيحفظ من أول مرة أو بيذاكر من أول مرة، السر في إن المعلومة تثبت هو التكرار. كرر المعلومة كتير أو راجع على القديم كتير فهتلاقي المعلومة ثبتت ومفيش حد يعني بيفتكرها كده من أول مرة ولا بتثبت من أول مرة في دماغه. لما تيجي تذاكر اسمع الفيديو واكتب أهم النقط بإيدك، حل يعني على الدرس أقل حاجة 10 أسئلة، ولو غلطت اكتب الغلط والصح وده أهم من المذاكرة نفسها. الطريقة دي بتخلي دماغك فاكرة 80% من اللي انت ذاكرته. طيب أنا عندي مواد كتير أوي ومش عارفة أبدأ بإيه. لو عندك مواد كتير أوي متراكمة اختار مادتين بس في اليوم، يعني مثلا مادة تقيلة مع مادة خفيفة أو مادة بتحبها مع مادة مش بتحبها وبتكرهها. وما تذاكرش كل المواد في يوم واحد لأن كده بيلخبط الدماغ وما بيثبتش أي حاجة مهما عملت. واهم حاجة طريقة المذاكرة. انا مثلا جيت في فترة كنت بستخدم طريقة البومودورو دي. كنت مثلا بذاكر 25 دقيقة وخمس دقايق راحة. بس اهم حاجة ان انا اقفل الموبايل او استخدم وضع التركيز في الموبايل او اسيب الموبايل بره الاوضه خالص اللي انا بذاكر فيها لان ده بيشتتني جدا. وانا اكتر واحده ممكن تتشتت باي حاجه حرفيا بالذات الموبايل. لو عمل رساله كده جنبي وانا بذاكر هسيب المذاكره وهاخد الموبايل العب بيه. فانا بسيب الموبايل بتاعي بره الاوضه. تاني حاجه ان انت يكون معاك حاجه يعني مثلا الميه يا جماعه بتساعد على التركيز جدا. طول ما انت بتذاكر يبقى جنبك ازازه ميه تشرب، كل ما تعطل اشرب ميه يا جماعه حرفيا بجد كل ما تعطلوا اشربوا ميه. ويكون طبعا يعني واكل كده علشان المعلومه برضو تثبت لان الاكل يا جماعه يعني مثلا لو انا بذاكر وانا جعانه مفيش اي معلومه هتثبت في دماغي. واهم حاجه يا جماعه ان انتوا تظبطوا نومكم، والنوم المظبوط هيكون حوالي 8 ساعات عشان الذاكرة مش بتشتغل وانت سهران. ما تذاكروش يا جماعة من 100 مصدر حرفيا، في ناس بتذاكر من كتاب وعشرة واتنين بصوا مبهدلين نفسهم من كتب كتير جدا وده غلط الصراحة. ذاكر من مصدر شرح واحد، كتاب واحد بيكون للشرح. الأسئلة بقى ده ممكن تجيب كتب براحتك انما الشرح بيبقى كتاب واحد علشان المعلومة ما تتلخبطش، يعني عشان مثلا ممكن يكون في كتاب كاتب المعلومة دي بطريقة دي، كتاب تاني كاتبها بطريقة تانية فكده هتتلخبط ومفيش اي طريقة هتثبت معاك. الاحسن ان انت يعني تاخد الشرح بتاعك من كتاب واحد انما الحل براحتك بقى من اي كتب ومن اي مذكرات ومن اي ملازم. انتوا بتذاكروا غيروا مكانكم، الدماغ بتحب التجديد. غيروا الكرسي اللي انتوا قاعدين عليه، مثلا قوموا من على المكتب مثلا اقعدوا على الارض افتحوا الشباك اشربي حاجة، بديلي مادة. الملل ده طبيعي المهم ترجعي بسرعة في المذاكرة. وفي طريقة حلوة قوي بعد ما تذاكروا الدرس تقدروا ان انتوا تسترجعوا بيها المعلومة، اسمها طريقة استرجاع المعلومة. بعد ما تذاكري مثلا اقفلي الكتاب واسألي نفسك انا فاكرة ايه من غير ما ابص في الكتاب. ده بيقوي الذاكرة 50% حرفيا، يعني غير النسبة اللي انت ذاكرتها. يعني مثلا انا ذاكرت الدرس ده، خلصت مذاكرته خلصت حله خلصت تلخيصه خلصت اهم النقط المهمة فيه، هقفل الكتاب من غير ما ابص في الكتاب وهقول انا فاكره ايه. وبس كده ما تخليش تراكم المنهج يحسسك انك فشلت. كلنا بنتاخر وكلنا بنكسل، العبره في انك تبدا فورا واعمل الخطه زي ما انا قلت لكم وامشوا بالخطوات اللي انا قلت لكم عليها وحاولوا تلتزموا بالخطوات اللي انا قلت لكم عليها وان شاء الله هتنجحوا. والزموا نفسكم بس اسبوعين وهتتحسنوا بفرق كبير جدا. وما تنسوش طبعا تعملوا الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، وخطوة صغيرة كل يوم يعني بيساوي منهج كامل في الاخر حرفيا.
وشدوا حيلكم وربنا يوفقكم كلكم يا رب، وسلام.